السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في خبر جديد. هالاند يتفوق على أجويرو ودي بروين يسطع برقم خاص. سجل إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي 3 أهداف في مباراة فريقه أمام ضيفه وولفرهامبتون على ملعب الاتحاد ضمن لقاءات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي. وجاء هدف السيتي الأول في الدقيقة 40 بعدما أرسل كيفن دي بروين عرضية من داخل المنطقة، تبعها إيرلينج هالاند بضربة رأسية سكنت الشباك قبل أن يضيف النجم النرويجي الهدف الثاني من ركلة جزاء، وبعدها سجل الهدف الثالث بصناعة رياض محرز. وبحسب الأرقام أوبيتا لا يوجد لاعب سجل عددا من الأهداف على ملعبه في موسم واحد بالبريمير ليج لمانشستر سيتي أكثر من هالاند الذي سجل 18 هدفا في 11 مباراة على الملعب الاتحاد هذا الموسم، متفوقا على سيرجيو أجويرو الذي سجل 16 هدفا في موسم 2011 و2012. ولا يوجد لاعب صنع أهدافا للاعب بعينه في البريمير ليج هذا الموسم أكثر من عدد الأهداف التي صنعها دي بروين لهالاند بواقع 7 أهداف، وذلك بحسب أرقام أوبيتا. ويعد دي بروين أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى برصيد 11 هدفا مقابل 10 أهداف لكل من ليونيل ميسي ونيمار ورونالدو كولو موني. ورفع هالاند رصيده ل25 هدفا هذا الموسم في 18 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. كده يكون انتهى خبر النهاردة، أتمنى لنا إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.